حمص ودرعا والسويدة بطريقهم للحرية. حمص ودرعا والسويدة عم يتحرروا بالوقت اللي عم تواصل إدارة العمليات العسكرية تقدمها بحمص، وعم تحرر مناطق بريف حمص الشمالي. سيطرت على مساحات واسعة على معظم المدن والبلدات بريف حمص الشمالي، الرستن وتلبيسي وتير معلي والغنطة وكثير من المدن والبلدات. وصارت على مشارف حمص انتفض أهل حوران، انتفضوا أهل حوران، انتفضوا رجال حوران، وبدأوا عمليات التحرير بمحافظاتهم بدرعا والسويدة. حرروا عشرات المدن والبلدات والمواقع الاستراتيجية، أكثر من 46 مدينة وبلدة وقطع عسكرية وموقع استراتيجي تم تحريرهم بدرعا والسويدة. درعا والسويدة عم يتحرروا وممكن يتحرروا قبل حمص، وراح ننبسط بكل تأكيد. أنا ابن حمص إذا تحررت درعا والسويدة بشكل كامل قبل مدينتي راح انبسط، وراح يصيروا على مشارف الشام. وبعد تحرير حمص إن شاء الله بتحاصر الطاغية، بتحاصر طاغية الشام من كل الجهات. راح يجي رجال حمص ورجال إدارة العمليات العسكرية من جهة، وراح يجوا رجال حوران من الجهة الثانية. قرب النصر يا شباب، ونظام بشار الأسد بآخر أيامه، والله عندي يقين كبير بالله عز وجل انه نظام بشار الأسد بآخر أيامه عم يلفظ أنفاسه الأخيرة. أهلنا بحوران، أهلنا بدرعا والسويدة كملوا مسيرة التحرير، انتزعوا حريتكم انتزاع من ايدين هذا الطاغية. حرروا بلادكم وفرحوا السوريين، فرحوا كل السوريين، فرحوا اهالي الشمال اللي عم تتحرر مدن وبلداتهم. اهلي بحمص اقترب موعد حريتكم. رجال حمص عم ينتزعوا الراية انتزاع وزحفوا باتجاه حمص بعد حماه. والله ما استنوا ولا دقيقة، ما استنوا ولا ساعة، ما استراحوا، ما استرحنا، ما نمنا ابدا، لانه صرنا نشوف لافتات حمص قدامنا، صرنا نشم هوا حمص، ما استرحنا ابدا. وصرنا نقول موعد حرية حمص قرب، موعد حرية حمص الوليد قرب، موعد حرية مسجد خالد بن الوليد قرب، موعد حرية ساحة الحرية، ساحة الساعة قرب كتير. استنونا وانتظرونا. أهلنا اللي استنيتونا كتير، انتظرتونا كتير، بس والله بوعدكم بإذن الله هاي المرة إنه دخولنا قرب كتير لكل أحياء حمص لنعلن حمص محررة بشكل كامل. أما بالنسبة لضباط وعصابات الأسد ما بقى في مجال قدامكم أبداً. انتم بايامكم الاخيره قدامكم طريقين ما لهم ثالث. الطريق الاول انكم تتواصلوا مع اداره العمليات العسكريه لتامنوا انشقاقكم. اداره العمليات العسكريه وجهت نداء لكل القطع العسكريه، حتى اذا في قطع عسكريه كامله بتنشق اداره العمليات العسكريه بتامن انشقاقها وبتامن سلامه جنودها. الان العساكر اللي انشقوا بالايام الماضيه والضباط اللي انشقوا بالايام الماضيه عم يرجعوا لحياتهم الطبيعيه، اخذوا هويات وعم يرجعوا لحياتهم الطبيعيه ليرجعوا لاهاليهم. وهذا هو الخيار الصح اللي لازم تختاروه. ما بقى معكم وقت ابدا، ما بقى معكم وقت ابدا. هي فرصتكم الاخيره لتنجوا بانفسكم، تعرفوا شو اللي عم بيصير بحمص. عم اراقب التفاصيل بادق التفاصيل. عندنا ناس بكل المناطق بحمص خبرونا شو اللي عم بيصير باحياء الزهره والنزهه، وكيف عم تمترسوا وكيف عم تعملوا كل هاي الاشياء. وخبرونا كيف ضباطكم الكبار هربوا بثلاث اتجاهات، قسم منهم هرب لدمشق، والقسم الثاني هرب للساحل، وفي قسم عم يفوت تهريب على لبنان. لهيك ما بقى قدامكم حل. قادتكم اللي ما هرب عم يرتب امور تهريبه. ما عاد قدامكم حل، ما قدامكم حل لتنفذوا بانفسكم لتنجوا بانفسكم غير انكم تسلموا انفسكم لقياده العمليات العسكريه، لانه ما بقى في حل. او راح تلاقوا مصير القتل والاسر. انتوا اختاروا، انتوا اختاروا. اللي هلا بيتواصل وبينشق وبيعلن انه ما بقى لي علاقه بشيء راح يحفظ حياته، راح يرجع لزوجته واولاده، راح يرجع لاهله. لهيك ما قدامكم كتير وقت، ما قدامكم كتير مجال لتفكروا. بتمنى توصلوا هذا الفيديو للكل، بتمنى توصلوا هذا الفيديو للكل. إدارة العمليات العسكرية نشرت أرقام للتواصل من أجل الانشقاق، حتى لو كانت قطعة عسكرية كاملة، حتى لو كنت بالمكان اللي أنت فيه. المهم تواصل، احفظ حياتك، مشان إذا وصلوا لك الشباب قلت لهم أنا تواصلت معكم. احفظ حياتك على الأقل. هي آخر رسائل بنوصلها لكم، لأن موعدنا قرب كتير. وعدناكم نفوت حلب وفتنا، وعدناكم نفوت حماه وفتنا، وهلا بوعدكم راح نفوت حمص وراح ندخلها إن شاء الله، راح ندخلها فاتحين. لأنه أقسم بالله الشباب بدهم يروحوا ركيد. ما بقى بدهم سيارات، بدهم يروحوا ركيد، بدهم يروحوا بكل طاقتهم باتجاه حمص. ما في قوة بالدنيا ممكن توقفهم. هاي فرصتكم الأخيرة للنجاة بأنفسكم، لا تحافظوا على عوائلكم، ضلوا ببيوتكم على اختلاف طوائفكم، على اختلاف مللكم، ضلوا ببيوتكم، ما حدا بتعرض لكم إذا ما رفعتوا سلاح بوجه الثوار، بوجه الأبطال. القرار بإيدكم، ما بقى في شيء أبدا. سوريا عم تتحرر، سوريا كلها عم تتحرر، حلب، إدلب، حماه، وقريبا إن شاء الله حمص ودرعا والسويدة.
ما بقى في مجال. اخوتنا بباقي المناطق، بالساحل، بكل المناطق، تواصلوا لا تأمنوا انشقاقكم، لأنه هاي المعركة هي معركة تحرير سوريا، كل سوريا.